المكان ده يبقى اسمه جودريكس هولو، اللي اتولد فيه عيلة بيفرل وعيلة الدمبلدورز، وبرضه كان موجود فيها باثيلدا باكشوت عمة جيلرد جريندلفالد. كانت ساحرة معمرة عاشت أكتر من 120 سنة، ولما عيلة الدمبلدورز وصلت من زمن بعيد للمكان ده حاولت إن هي تبقى صديقة ساحر صغير موهوب اسمه ألبس دامبلدور. كانت الوحيدة اللي عايشة اللي كان عندها سيطرة كاملة على السحر القديم والأسوأ من كل ده سحر الدم. سنة 97 فولدمورت قرر إنه يتخلص منها لما حاول إن هو ياخد منها كل وأي معلومة تفيده إنه يلاقي الإلدر واند، ومن كتر قوة سحرها جثتها ما اختفتش، وفولدمورت استعملها كجسم تدخل جواه ناجيني علشان يخدعوا بيه هاري. دي كانت أستاذة في هوجورتس، كانت هي المؤلفة لكتاب تاريخ السحر اللي من كتر أهميته طلبة هوجورتس كانوا بيتعلموا منه لحد دلوقتي، لدرجة إن أسوأ صحفية في الكوكب ريتا سكيتر اديتها فيريتا سيرم أو مصل الحقيقة علشان تعرف كل أسرار دامبلدور. دوس لايك واشترك، رحلتنا في عالم الفانتازيا يا دوب لسه بتبدأ.